الواد امام عاشور امبارح في ماتش استراليا كان فاكر نفسه رونالدينيو، كان فاكر نفسه مارادونا، كان فاكر نفسه زين الدين زيدان، ورايح واخد لعيبه استراليا رايح جاي زي الكره اللي قدامك دي، ومروحه كده بطريقه الشوارع، وترقيصه جميله جدا 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 الاتنين نص الملعب بتوع استراليا بطريقه اللعيبه الكبار، حته كده شوارع وحته دوري مدارس. ومش كده بس، لا تعال اتفرج معايا كمان على امام عاشور والقطه اللي جايه دي، القطه اللي هيقطها للواد ابو شعر بتاع استراليا اللي شكله غريب شويه، قطه من بتاعه البلاي ستيشن بتاعه زمان، وبعد ما يقط وراح واخد واحده تاني ناحيه العكس اتجاه جسمه خالص، ويطلع بالكوره بمنتهى السهوله. اعتقد ان بعد الاداء اللي بيقدمه امام عاشور في البطوله دي، الراجل ده شكله كده هيطير وهيوحشنا قريب. امام عاشور امبارح كان واخد لعيبه استراليا حرفيا طول المباراه شمال ويمين، سجل هدف جميل جدا. الشوط الثاني كان هيسجل هدف حلو قوي، الكره اللي لعبها برجله الشمال ولكن للاسف خبطت وطلعت في اخر لحظه، كان هيبقى جون جميل لامام عاشور اللي بيقدم بطوله من افضل لاعبين المنتخب، بل هو افضل لعيب في المنتخب. الراجل بيلعب على عدلته، مش بيلعب على عدلته، وبيلعب مطرح ما بيلعب بيأدي وبيبقى كويس وبيبقى حلو. لعيب مختلف عن اي لعيب في منتخب مصر في الوقت الحالي. ودول كانوا ترقصتين على المشي كده في ماتش استراليا زي ما عمل في بلجيكا ونيوزيلندا وكمان ايران. ده امام عاشور افضل لاعبين منتخب مصر البطوله دي. لو عجبك الفيديو وعجبك امام عاشور، ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعه عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.